49% من الإناث في مصر بيتعرضوا للتحرش بشكل يومي، و99% من إناث مصر بيتعرضوا للتحرش على مدار حياتهم، وال1% دول هم إناث لسه متولدوش. لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم. التحرش في مصر مش مجرد ظاهرة ممكن نتناقش هي موجودة ولا لأ. التحرش هو واقع كل إناث مصر عاشوه وبيعيشوه كل يوم، في عالم بيترأسه الرأسمالية والشركات الضخمة، في عالم كله بيجري على لقمة العيش، في عالم الست بقت محتاجة إنها تشتغل عشان تساعد مع الراجل عشان تقوم البيت، ولو مش متجوزة فمحتاجة تبني نفسها بنفسها عشان مش لازم تفضل قاعدة منتظرة الفارس اللي هيجيلها على الحصان الأبيض، عشان دي كانت مجرد أحلام. الفارس حاليا بقى شغال ديليفري أو كول سنتر أو أي شغلانة تانية، والحصان بقى مكنة صيني. في كتير من الناس رأيهم إن الحل لحد من التحرش هو إن الستات تبطل تنزل من البيت، وده كلام مش منطقي. لو عندنا مشكلة من الحرامية اللي بيسرقوا الناس في الشارع، هل نمنع الناس إنها تنزل الشارع ولا نشوف حل للحرامية؟ وفي ناس قالوا إن المشكلة في لبس الست، وده برضو كلام مش منطقي، لأن المحجبة واللي بشعرها والمنتقبة بيتم التحرش بيهم. المتحرش مش بيفرق، لأنه مش شايف الست اللي قدامه إنسانة، هو مش شايفها لابسة إيه، هو شايفها مجرد حتة لحمة. فيلم 678 جاء سنة 2010 وقرر إنه يناقش الموضوع ده في زمن ما كانش لسه اتحط قانون للحد من التحرش، في زمن الظاهرة فيه توحشت. وطبعا بدل ما ندور ورا المشكلة بندور ورا اللي عرض المشكلة، والفيلم اتقابل بكم رهيب من الاعتراضات، وازاي نقدم مصر بالصورة دي ونسوا ان الفيلم لم يكن يعرض الا الواقع المرير.